صباح السعادة. وانا منكوش برضه عشان محدش يتريق. عمرك خدت بالك من رسائل ربنا ليك وكلام ربنا معاك؟ والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك انت، بس انت اللي مش واخد بالك. صباح السعادة، وان شاء الله اللي جاي احلى واجمل مليون مرة مهما حصل، مهما كانت الظروف، لان الامل في ربنا دايما موجود وربنا فوق الكل. ربنا بيكلمنا بطرق كتير، بيكلمنا في خلقه وفي علاماته اللي بيحطها في سكتنا. كلنا متفقين ان كل شيء بيحصل بإذن ربنا وترتيبه ولحكمة ما. ربنا سبحانه وتعالى لا يصنع شيء عبث. فكون ان انت مش واخد بالك من علامات ربنا اللي بيبعتها لك والرسائل اللي بيقولها لك في صورة خلقه وعباده، دي مشكلتك انت. وهحكي لكم على قصتين حصلوا معايا انا، في غيرهم كتير بس شفت فيهم كلام ربنا ليا. من فترة كنت قريت على الفيسبوك واحد زميلي كان بيشتغل معايا وانا عايش برا مصر، اتوفى. كان راجل محترم جدا، اتأثرت جدا يومها. واسمه احمد. لحد بالليل وانا يعني بعد ما خلصت الشغل ورايح اركب العربية، وسبحان الله فتحت الباب وبركب بدور العربية. انا دايما ببقى سايب الراديو شغال، فلما بدور بيشتغل. وانا بدور بقول الله يرحمك يا احمد، يا رب اللهم ادخله الجنة. بدور كانت اذاعة القرآن الكريم شغالة. الآية اللي اشتغلت من سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. سبحانك يا رب. اطمنت على صاحبي بإذن الله. لسه بقول اللهم ارحمه وبتكلم، جات لي الرسالة من ربنا في سورة قرآن. في ساعتها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اطمنت الحمد لله. برضو مرة كنت متضايق في مشكلة أو أمر صعب عليا مش عارف أعمله، فمن زهقي قلت أنزل أتمشى. نزلت أتمشى وخدت السبحة في إيدي أسبح ربنا، وسبحان الله يعني وصلت لأقصى درجات الزهق والقرف والتشاؤم وأنا باصص في الأرض كده، ورحت واقف في شارع، والله يعني شارع ما كنتش مركز إيه هو، وبرفع راسي كده ببص على الحيطة جنبي وأنا بسبح. لقيت حد عامل استنسل على الحيطة كده كاتب جملة: خبر صار وبشرى سعيدة. بس كده. صدقني ربنا بيكلمك، ربنا بيطبطب عليك، ربنا بيبعت لك رسائل لازم تاخد بالك منها. في موقف يحصل قدامك، في جملة تقع عينك عليها. كتير افتح التيك توك او افتح فيديوهات واكون بفكر في موضوع، الاقي اللي بيتكلم في الموضوع ده انا هو ما اتكلمتش، محدش سمعني من على التليفون. بفكر بس فيه، الاقي الرد جايلي في آية، في حديث، في جملة حد بيقولها في موقف. ركز في رسائل ربنا ليك وحسن علاقتك بيه، لأن هو ده مصدر النجاة الوحيد من كل مشاكل الحياة. ربنا يا رب يرضى عليكم جميعا وعلى كل شاف الفيديو ده. وصباح السعادة.